أهلا وسهلا. الحلقة ديال اليوم هي حلقة تيك توكيات. في الحلقة الماضية تكلمنا عن بوراق، وهذه الحلقة سنتكلم ماذا يجري في التيك توك. ولا أنا أني أشاهد التيك توك عشوائيا، لا أقوم بالاستعداد أو كتابة سيناريو. سأقوم هيا ريفريش للصفحة. بسم الله. بعض الناس يقولون لي أنت تكتب، أنا عشوائي لا أعلم ماذا يوجد في الأسفل. أوكي، نبدأ. فيزيون نيوز. ما هذا؟ ما هذا؟ إيه هذا؟ أخرج، أريد المشاهدة من الخارج هكذا. هذا مسعد. مسعد. Elle lève un bras et se penche en avant. Elle appuie sur chaque bouton de la rangée centrale, de haut en bas. Puis elle recule et هذه الآنسة دخلت إلى مسعد وضغطت على الزر. سنرى ماذا سيقع. elle sort la tête et regarde des deux côtés. قامت فيديو فرنسي يقول أن تختبئ من شخص. لماذا الباب لا يغلق؟ لماذا الباب لا يغلق؟ هذه وبسألوا جربوا الفيديو. الكسل. المهم لا أريد إطالة في هذا الفيديو التافه. هذه بلوندي شقراء التي تقوم بعرض السيارات الفارهة الجديدة. سيارة مدمرة حربية جميلة. مايباخ. واو، شكل رهيب، شكل رهيب. لطالما ما أبهرتنا المايباخ، يعني مرسيدس مايباخ بفخامة وجمالية سياراتها. واو، ما هذا العجب. إنه سرير في سيارة. واو واو واو. هذه لمبة على ما أظن. واو، سيارة مدمرة فارهة. واو، سيارة الأحلام، والله سيارة الأحلام. أتمنى كل من يشاهد هذا الفيديو ورأى هذه السيارة أن يضغط لايك وإعجاب ويشارك الفيديو، أن يرزقها رب العالمين بهذه السيارة إن شاء الله. كل من شاهد الفيديو وقام بكتابة تعليق وضغط على زر إعجاب وشارك الفيديو، أقسم لكم سيربح هذه السيارة إن شاء الله، وأنا دعائي مستجاب. وهذه ليست المرة الأولى التي أدعي مع شخص ويستجيب له، والذي أرزقه الله بهذه السيارة يتصل بي في القناة لكي يأخذني معه في جولة. شكرا لكم. الفيديو الثاني. ما هذا؟ يجب علينا كرؤساء دول أفريقيا التوقف عن تصرف كدما رئيسة حركة الخيوط الإمبريالية. وكي سنقول بصراحة أنا فهمت ماذا يدور عليه هذا الحوار. إفريقيا تريد مقاطعة أوروبا والغرب والالتحاق بالاتحاد الآسيوي اللي هو روسيا. بصراحة هذا غباء، ما أكبر غباء ولا في الغباء. لأنك مثال، سأعطيكم مثال ولكن بطريقة صراحة مخلة بالحياء، ولكن سأقولها باللغة العربية. إفريقيا نزعت قضيب من مؤخرتها بلون أبيض وغيرت قضيب آخر بلون أزرق. ما الفرق؟ لا يوجد فرق. أنت غيرت قضيبا كان مغروسا في مؤخرتك ووضعت بدله قضيب آخر في مؤخرتك، وهذا كله يعني تفاهة في ترهات تقولها، لأنك تستبدل أوروبا وأمريكا بروسيا. روسيا فهي سرطان مدمر. روسيا وخصوصا روسيا والصين في آن واحد. أنت تقوم بدفن نفسك تحت الأرض حيا، أو تقوم بردم نفسك في الجحيم، لأن روسيا دولة مصالح. هي وجدت مصلحتها في إفريقيا. أقسم لكم ولو إذا لم تجد صفر مصلحة في إفريقيا، أقسم لكم لن تذهب لإفريقيا ولن تعطيها فلس واحد. هذو الأغبياء الأفارقة يظنون أن روسيا تحب لهم الخير وتريد دعمهم. هي روسيا تريد استغلالكم يا بهايم، وتدس لكم السم في العسل في الأول. تقوم بتزيين صورتها: أنا أحبكم، أنا أريد أن تكون إفريقيا ساطعة لامعة بعيدة عن الإمبريالية والأوروبا وأمريكا والاستغلال وكذا وكذا. وروسيا طعنت لكم أول حقنة هي قوات فاغنر، هذا سم فيروس وضعت لكم فاغنر، وعن طريق فاغنر تتوغل بهذه الخطط والدعم والقمح والمأكولات حتى تستعمر إفريقيا وتأخذ تنهب ذهبها. هي من قبل تسرق الذهب كان عن طريق قوات فاغنر، والآن روسيا كلها بشحمها ولحمها ستحط الرحال في إفريقيا
وتطحنكم طحن وأنت تزغرس وتطبل لها، هذا يظهرك أنك حمار ذو قرنين. هذه هي المسألة الإفريقية الذي لا يعلمها. أعطيكم مثال بالدارجة المغربية، أعتذر عن التعبير وهو الدارجة المغربية. هذا خونا بدل كان مخشي فيه زب كحل وقلعو خشا في كرو زب زرق ولا ابيض ولا اصفر، وفرحان قال صافي انا بدل حيد الزب الكحل، وراك في كرك حشيت زب اخر واكثر من ذاك الكحل. المهم الذي فهم والذي لم يفهم لا يفهم، واعتذر عن التعبير لانه لا يوجد اي تعبير اخر من غير هذا. صراحه مثل هذه الاشخاص بحال هاد الناس هادو، مثل هاد الاشخاص اعتبرهم حيوانات. هذا اذا كنت ملما بالرياضه في مساحات خضراء ورمال نقص وحنقص فيها إلى يوم يبعثون، ومرتاح وتدرب مع نفسك من دون أن تأذي نفسك أو يعني تكثرة البشر. أنت تأتي إلى هنا لمكان مزدحم فيه الناس وتصور عشان الترند والبوز، عشان شوفوني رأوني. أنت ترقص مثل القرد لما يرى الناس ويريدوا أن يعطوه موزة. قرد، هذا أعتبرهم قردة وخنازير، لأنه ليس به الرياضة أو به أن يعرض حركته التافهة. لا تتكلم العربي هنا، الاعتداء على وسط قناة الجزيرة. هذا فيديو قديم، فيديو انتخابات. باش تخلص خاصك دير لايك، وما يخلصكش التيك توك، خاصك تجقر على خاصك مثلا انك تطلب الناس اللي معاك يصيفطوا لك، باش ما تعطي كادو اللي هما كيتصرفوا على فلوس. هذا واحد الحيوان تيك توكي، هذا أنا أعرف هذا الشخص، حيوان تيك توكي ينشر التفاهة في التيك توك. وهذا مذيع تافه يستضيف بهيمة لكي يفسروا له طريقة الربح من تيك توك، وهذا بهيمة أكثر منه لا يعلم الطريقة. لا أريد أن أتكلم أكثر عن البهائم. برشلونة يا برشلونة، مبروك للبرشلونة الفوز الكاسح، فوز كاسح لبرشلونة، فوز كاسح وأداء ناجح. ومبروك للبرصاويين، ليس للفوز بل لاسترجاع أدائهم الجميل. ومبروك عليكم، رجعتوا النيفو ولطيف. أنا لست ببارصاوي، ولست بمدريديا. أنا معجب بكرة القدم وأستمتع باللعب، أنا هكا فقط. أنا محايد، أستمتع بأداء جميع اللاعبين. ليس لي عنصرية أو قبلية أو أنا رونالدو أو ميسي. أنا أحب رونالدو وميسي وجميع اللاعبين الممتازين. وصراحة فينيسيوس أداؤه كان ضعيف، ولكن القادم أفضل إن شاء الله. إكسترا تيريست، هذا يتكلم عن الفضائيين. مع أحيد عليه فضائيين أو هذا فيديو كوميدي، هذا مسوي راس نفسه أهبل. المهم أنا أشفق على هذا الأشخاص مثل هذا وهذا يصبغون وجوههم كل يوم، شيء صراحة صعب. وعندما تنزع هذا اللون وجب أن تضعه يعني واحد المحلول، وهذا المحلول سيحرق وجهك مع الأيام. ويعني صراحة طرف الخبز صعيب، يعني قوت العيش صعب جدا في هذه الأيام. الناس تسوي أي حاجة عشان قوت العيش. الأرض المسطحة والأرض المدورة ليس هو الشيء براق. لقد شاهدنا في الفيديو السابق اللي لم يراه أب براق قلب الطاولة على ابنه براق وكشف أكاذيب براق وبرهن لنا أن براق كذاب. كنا في الأول متعاطفين مع براق، وسبحان الله انقلب السحر على الساحر. هذا يتكلم عن أدلة بأوراق بكل شيء أن براق هو من باع المحل، وأم براق هي التي تحرضه أن ينفصل عن أبوه لأنه مطلق. هذا مطلق عن أم براق، وأمه شيطان أخرس. المهم اللي حاب يعرف التفاصيل يشاهد الفيديو اللي لحته قبل هذا. المهم ما أطول عليكم، وصراحة أسوي فيديو آخر فرصة أخرى وبكرة إن شاء الله. سلام.